وسّع للجمال والعظمة دي، بجد ألذ حاجة حلوة ممكن تعمليها، بجد يا جماعة خطفت قلبي من جوّه، ما كنتش متوقعة إن هو هيطلع بالجمال والحلاوة والطعامة دي، كنت بادوقه ونسيت نفسي من حلاوته وفضلت آكل في البولة لمّا خلّصتها، طعمه حكاية، ألذ دانة شوكليت ممكن تاكليه في حياتِك وبأرخص المكونات. ما فيش أرخص ولا أطعم من كده، كنت ناوية أضيف بعض الافتكاسات علشان أعلّي الطعم أو التيست شوية، لكن هو كده رائع، يالّا بينا نبطّل كلام ونشوف الجمال ده هنعمله مع بعض إزاي. بُصّي بقى معايا واحفظي المقادير كويس جدًا، معايا هنا حلة أو أي حاجة بتحطيها على النار فيها 3 كوبايات من الحليب، الحليب هنا يُفضّل إن هو يكون حليب كامل الدسم، ما عنديش حليب استخدمي مَيّة وهاقول لِك هنضيف إيه دلوقتي، هنحط عليهم نُص كوباية من السكر، وهنحط عليهم كمان 3 معالق كبار من النشا، ممكن كاسترد، ممكن كاسترد ما فيش مشكلة خالص. وهنحط عليهم كمان ربع كوباية من الكاكاو الخام، واختاري نوع كاكاو خام يكون كويس لأن الطعم بتاعه هيفرق في الطعم النهائي جدًا، جدًا، خاصةً إن إحنا معتمدين عليه مش مستخدمين شوكليت ولا أي حاجة خالص، والله زي ما باقول لِك كده. تعالوا بقى للحاجة المهمة اللي عايزة أوضّحها لِك، لو أنتِ ما عندكيش حليب وهتستخدمي مَيّة عادي جدًا، ممكن تستخدمي مَيّة بس هتحطّي نُص كوباية من لبن البودرة، تمام كده؟ ده بديل للمَيّة. وهتدوّبي بقى ده كويس جدًا، جدًا على البارد، واللبن بتاعِك لازم يكون بارد قبل ما ترفعي الخليط ده على النار، ودي نقطة مهمة جدًا، لازم النشا والكاكاو يدوب كويس جدًا، جدًا قبل ما ناخد الخليط ونرفعه على النار، وبعد كده هناخد الخليط بتاعنا ونرفعه على النار مع استمرار التقليب علشان ما يكتّلش معايا. أهو رفعته معاكم على النار، وهابدأ إن أنا أقلّب فيه زي ما أنا باقلّب فيه عادي جدًا، جدًا. طبعًا بقى أنا فضلت أقلِّب فيه كده لحد لمّا حسّيت إن القوام هيتقل معانا، وهاورّيكم دلوقتي القوام معانا عامل إزاي. بجد يا جماعة النتيجة أبهرتني، أنا بصراحة كنت عايزة أضيف له شوية حاجات كده، بس قُلت لأ، لازم أجرّب الترند زي ما هو، والإضافات دي خلّيها في مرّة تانية. هنا باقول لكم بُصّوا القوام بقى تحفة جدًا، جدًا، و الشكل بتاعه حلو أوي، أوي كده، يبقى كده هو تمام، شايفين؟ حلو أوي، أوي، أوي. نوع الكاكاو الخام اللي أنتِ بتستخدميه بجد يا جماعة بيفرق جدًا، جدًا، جدًا في النتيجة النهائية وفي الطعم كمان. هنا بقى وهو لسه سخن، هنا كنت باورّيكم القوام، أعرف إزاي إن ده القوام المطلوب زي ما قُلت لِك تلاقي القوام تقل شوية زي المهلبية كده، وكمان في طريقة تانية إنِّك تعملي تيست بسيط جدًا بصباعِك كده في المعلقة، لو عملتِ خَط والخَط ده ثبت على المعلقة وما رجعش لَم على بعضه، يبقى هو كده وصل للقوام المطلوب. أنا هنا لمّا دُقته كده بصراحة حسّيت إن هو محتاج شوية سُكّر، فضِفت له معلقة سُكّر كده. وهابدأ بقى أسمّي الله وأنزل بيه في بولة أو طبق علشان يبرد معايا كويس جدًا، استني هنا اوعي تروحي بعيد لإن الوصفة لسه ما خلصتش. غطيته كده بstretch wrap أو كيس بلاستيك أو كيس يعني تلاجة أو أي حاجة، وهاسيبه بقى يبرد تمامًا، وبعد كده نشوف هنعمل فيه إيه. وهنا بعد ما الخليط برد معايا بُصّوا كده أهو، باقلّبه أهو بالمعلقة بقى بارد وزي ما إحنا شايفين كده. هنعمل بقى فيه ترِكّة هتنقله النقلة الخطيرة، هنعمل إيه، هنجيب المضرب بتاعنا وهناخده نضربه كويس جدًا، جدًا بيه، ما عندكيش مضرب في الخلاط، في الكبة، المهم ممكن بالمضرب اليدوي بس هياخد معاكِ وقت شوية، وبدأت إن أنا أضربه، بس بصراحة عايزة أقول لكم يا ريتني استخدمت بولة تكون عميقة شوية، بجد يا جماعة المضرب بيبهدل الدنيا خالص. هنا كنت باشوف الطعم لقيت الطعم حكاية، ضربته كده حوالي 3، 4 دقايق، ولقيت بقى عندي البولات الخطيرة الحلوة اللي بُصّوا ما كنتش عارفة أستخدمها فين، كانت صغيرة أوي يا جماعة، مش بتملى عين العيال كده، لمّا آجي أحط فيهم حاجة للعيال بصراحة مش بتملى عينهم، فلقيت بقى دي التحلاية اللي أنا أقدر أستخدمها فيهم، وبرضه بصراحة يعني ما ملِتش عينهم. بُصّوا خطيرة، خطيرة، خطيرة. بدأت بقى إن أنا أملى البولات بتاعتنا أهُم، بُصّوا شايفين؟ ما شاء الله عملت كمية حلوة، عملت ال6 بولات وعملت كمان 2 من الفناجين الكبيرة اللي هي بتاعة الشاي اللي أنتم شايفينها دي.
يا خراشي على الجمال والطعامة والفخامة، بجد يا جماعة النتيجة صدمتني، أنا اتبهرت من النتيجة، لأ ومن الكمية كمان، عارفين العلبة قد كده فيها معلقة بالضبط، وبصراحة غالية وما بتعملش حاجة، الولاد عايزين كده الواحد منهم 10 علب علشان يقول إن أنا أكلت حاجة حلوة، لكن دي ما شاء الله مُشبعة جدًا، وما تتغروش في البولة بتاعتي، البولة مع إنها صغيرة كده بس مقلبظة بتاخد كمية بصراحة. أنا هنا بقى كنت بادوق، بجد يا جماعة أنا اتبهرت من الطعم، والولاد جنبي عمالين يقولوا يا ماما كفاية وأنا نسيتهم أصلًا وعمّالة آكل من حلاوتها، لأ بجد تستاهل التجربة، لازم تجربوها، عملنا ما شاء الله كمية زي ما أنتم شايفين كده، طعمها حكاية، لازم تجربوها وهاستنى رأيكم فيها في الكومنتات هنا، واللي عارفها أو جربها يقول لي رأيه فيها، واستنوا بقى الإضافات اللي ممكن نضيفها. وعايزة أقول لكم إن أنا عملتها بعدها 3 مرات متتالية، كل يوم أعملها للولاد، يعني الموضوع جاي عليَّ بخسارة، بس بجد طعمها خطير جدًا، جدًا، ومفيدة وعارفين فيها إيه، فاعملوها لولادكم وما تنسوش لايك وشير، دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم.